وده الميك اب اللي انا حطيته يا حلوين. انا حلي بالجمال ده، طعمه حلو قوي 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 قوي. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين، وعيد سعيد عليكم. يلا بينا بقى نقضي العيد سوا ونشوف هنعمل ايه في اول يوم العيد. فاتحمسوا للفيديو معايا ويلا بينا نبدأ. طبعا اول حاجة هنعملها استعدادا لليوم العسول ده يا حلوين، ان احنا هنغسل وشنا وهنغسل بشرتنا عشان نستقبل اليوم باشراقة جميلة جدا. فهغسل بشرتي واغسل اسناني واجيلكم. طيب يا حلوين، بما اننا غسلنا بشرتنا وغسلنا اسناننا، وهنحط بقى مرطب البشره ومرطب الشفايف دلوقتي. بس قبل كل ده هنطلع ناخد العيديه من العيله وهنشوف بقى على حسب التقدير. يلا بينا بقى نروح نلقط رزقنا. اكرمنا يا رب. ست الكل كرمتنا وادتنا 100 جنيه، شكرا. وابي العزيز كرمنا جدا وادانا 200 جنيه، ياه عالكرم. وطبعا اوبا اخي الكبير اداني 100 جنيه. بما اننا اخدنا العيديه يا رب يرزق كله مشتاق، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط المرطب بتاع البشره وكمان المرطب بتاع الشفايف. فيلا بينا دلوقتي بقى هنبدأ نحط المرطب بتاعنا يا حلوين. انا بشرتي مش عارفة، انا حاسة ان هي بتجف في الشتاء وهي دهنية، يبقى اكيد هي مختلطة بقى يعني عشان هي دهنية وجافة في نفس الوقت. فبكتر في المناطق اللي هي عند الشفايف وعند الدقن. انا دلوقتي كنت بحط ايه؟ كنت بحط المرطب كده، ايوه على وشي كده، وبعد كده اول ما حسيت ان لسه في قشف عند شفايفي كده بدأت احط تاني، علشان انا اصلا بشرتي طلعت جافة، وانا مستغربة اصلا ان هي جافة ازاي، وانا كنت صغيرة كانت دهنية والله، بس معرفش ايه اللي حصل. اهو هنا بقى بدأت احط، اول ما لقيت الحتة دي مقشفة جدا بدأت احط عليها كريم كتير، علشان الحتة دي قرفاني، وانا ما بحبش اصلا القشف يكون في الحتة دي بالذات. يعني اكره ما على قلبي ان القشف يكون عند الدقن كده وعند الشفايف كده، حاجة تقرف والله. وبعد كده بقى حطيت مرطب الشفايف. دلوقتي بقى يا حلوين هنلبس لبس العيد علشان خارجين رايحين عند خالتي. let's go. وده بقى الاوتفيت الجامد قوي 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 ده، ايه رأيكم؟ وده الميك اب اللي انا حطيته يا حلوين، ايه رأيكم؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات حلو ولا مش حلو. ودلوقتي بقى هنروح بقى عند خالته وهنجيلكم. طيب يا حلوين، انا رحت عند خالتي وكمان رحت عند جدي ونمت بعديها وما كنتش حاسه بنفسي خالص، فلسه قايمه. فدلوقتي بقى هنتعشى وكمان هنحلي وبعد كده هنكمل نوم. طيب يا حلوين، ده وقت العشاء. اول حاجه طبعا لازم اشرب ميه علشان انا مش قادره بجد، انا معرفش انا نمت ازاي يعني، بجد يعني مش عارفه انا راحت عليا نومه ازاي او نمت ازاي اصلا. الاكل اللي انا هاكله بصوا، رقاق باللحمه وحته الفرخه بتاعتي، شويه سلطه، غدانا يا اخواتي بعد الشغل. وده بقى ده مخلل delicious delicious delicious. بجد يا جدعان انا مش عارفه رمضان خلص ازاي والله، بجد انا لسه في حاله صدمه بجد، انا لسه مصدومه. يعني ايه رمضان خلص؟ يعني ايه العيد اول يوم في العيد خلص ولا؟ طيب يا حلوين، هنبدأ بقى نحلي بالجمال ده. اتفضلوا معانا يا حلوين. ووو، طعمه حلو قوي 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 قوي. والله حلو. البسكوت ماما شارياه مش عاملاه بايدي. اللي بتاع ده ماما عاملاه بايديها. اسمه كحك ولا اسمه ايه؟ تصدقوا نسيت اجيب لكم كحك، بس مش مشكله، بس انا مش هتكفل ده كله فمش مشكله.
السوداني. انا عارفه ان انا بعد الاكله دي بطني هتوجعني وهخلد، بس مش مشكله. شوكليت. فاكرين المقطع بتاع جونكوك اللي هو كان عامل يقول شوكليت شوكليت؟ مقطع قديم جدا لسه فاكراه. شوكليت شوكليت. تعالوا نفتحوا بقى ايه الشوكولاتات التانية الحلوة دي. الشوكولاتة اللي ماما جايباها خطيرة، طعمها حلو قوي. انا امير عبد المجيد من مصر. بص شوف امير هتعمل ايه. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات ماما الوحيدة اللي بعك كده، اللي باكل رز بلبن مع سوداني مع ترمس مع شوكولاته، اللي هو اتمنى ما اكونش انا الوحيده اللي بعمل كده. اكتبوا لي في التعليقات انتوا بتعملوا كده ولا لا. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. حلوين، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده، واتمنى تكونوا استمتعتوا معايا باليوم، وانيو.